وبهذه المناسبة إخواني لعلي أبين لكم ضوابط الجهاد الشرعي. لا شك أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، ومن اعتقد أن الجهاد باطل فهو كافر، لأن الجهاد باق إلى قيام الساعة، ومن أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فلا شك في كفره، فالجهاد باق إلى قيام الساعة. نحن لسنا ممن ينفي الجهاد من بعض الجماعات التي تدعي أنه ما بقي إلا جهاد النفس، ويرددون الحديث الموضوع رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويعنون به جهاد النفس. هذا مبدأ فاسد، لكن نحن نقول الجهاد باق إلى قيام الساعة بضوابط وشروط معينة كلها تستند إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول الإخلاص. هؤلاء لا يعرفون إلا طلب الحور العين، لو تسمع إلى قصائدهم لا يذكرون وجه الله عز وجل، لا يذكرون الدار الآخرة، فقط يقول أنا الليلة سألتقي بالحور العين. حتى الذين يفجرون أنفسهم، ولا شك أن تفجير النفس قتل أن التحزم بالأحزمة الناسفة قتل للنفس، ومن قتل نفسه فهو في النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الإخلاص، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لأن الجهاد عبادة، وأول شروط العبادة الإخلاص لله وحده، أن لا يقصد إلا إعلاء كلمة الله. ثانيا الصواب، أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالهوى وليس باجتهادك أنت ولا باجتهادي أنا ولا باجتهاد زيد من الناس، وإنما لا بد أن تراعى فيه الضوابط الشرعية المرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتبين بالخمس الباقية. الثالث إذن ولي الأمر. لم يشرع جهاد بغير إمارة شرعية، بغير ولي أمر، لأن ولي الأمر هو الذي يعرف المفاسد والمصالح المترتبة على هذا الجهاد، فإذا دعا إليه ولي أمرنا استجبنا، لأنه هو الذي يحدد المصالح والمفاسد التي قد تترتب على ذلك. ولم نعرف أن الصحابة افتاتوا في الجهاد على رسول الله ولا على أحد من الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة لم يدعو إلى الجهاد. ألم تقع مآسي في الإسلام قبل أن يشرع الجهاد؟ قتلت سمية أم عمار بن ياسر، وقتل زوجها ياسر قتلة بشعة، وضع اللعين أبو جهل السيف في موضع العفة منها فقتلها. هل أمر النبي بأن يذهبوا ويغتالوا أبا جهل؟ هل فعل ذلك؟ لماذا؟ لأنه لم تحن ساعة الجهاد، ولم تتوافر ضوابط وشروط ماذا؟ الجهاد، ولئلا تستأصل شأفة المسلمين. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، ألقوا سل الجزور على رأسه، أخرجوه إلى الطائف، ثم هاجر إلى المدينة، حصروه في الشعب 3 سنين. هل أمر بالجهاد؟ لم يأمر بالجهاد، لأن ضوابطه وشروطه لم تكتمل. إذن الثالث إذن ولي الأمر. الرابع إذن الوالدين. الرابع من ضوابط الجهاد إذن الوالدين. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد معك. فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية أنه قال: خرجت وهما يبكيان، قال: ارجع فأضحكهما
أبكيتهما. هذا توجيه نبوي ليس كلام فلان ولا علان. ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. هو الآن لا يستأذن والديه ويدعي أنه مجاهد، وهو سائر في معصية الله وفي عقوق والديه. طيب، الخامس أن تكون المسلمين شوكة ومنعة، يعني أن تكون هناك شوكة يقاتلون من ورائها، لا يكون في المسلمين ضعف. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، بل ولم يأذن الله بالجهاد حتى قويت شوكة المسلمين في المدينة وصارت لهم صولة ودولة، أليس كذلك؟ لم يأمر بالجهاد حتى قويت شوكة المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها نزلت الآية: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن بعد أن قويت شوكتهم وكثر الإسلام ودخل الناس في المدينة في دين الله أفواجا. إذن هذا هو الشرط الخامس، وجود ماذا؟ الشوكة والمنعة للمسلمين. الشرط السادس: أن لا يكون هناك عهد بين من تريد أن تقاتلهم وبين بلدك الذي أنت فيه وبين ولي أمرك. فإن كان ثمة عهد فلا يجوز لك نقض العهد. ما الدليل؟ يقول الله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. انتبه لهذه الآية: وإن استنصروكم في الدين. انتبه لهذا القيد: تستنصرون في ماذا؟ في الدين، فعليكم النصر. ثم استثنى فقال: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وكان قد أسر هو وأبوه لدى أهل مكة، فأطلقوهما بشرط أن يتوجها إلى المدينة ولا يتوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر حتى لا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حذيفة وأباه توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قالوا: يا رسول الله، إن قريشا أطلقتنا بشرط أن لا نقاتل معك، فبما تأمرنا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى مقاتلين؟ ها يا إخوان، كم عدد المسلمين في بدر؟ 310. كم عدد الكفار؟ قرابة 1000. النبي بحاجة إلى 1 فضلا عن 2. فهل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل معه؟ ماذا قال الحذيفة وأبيه؟ قال: اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفي صلح الحديبية خير دليل على هذا الأمر، وتفاصيله معلومة لدى طلبة العلم. الشرط ماذا؟ السابع. نعم، السادس عن العهد السابع. الشرط السابع أن يغلب على الظن انتصار المسلمين وعدم انكسارهم، يعني أن يغلب على الظن هزيمة العدو، بأن يكون المسلمون في قوة تمكنهم، أو يغلب على الظن أن الله يمكنهم من النصر. فعندما يكون المسلمين ضعفاء ويغلب على الظن استئصال المسلمين أو القضاء عليهم، عندها يشرع الجهاد أو لا يشرع؟ لا يشرع الجهاد. ما الدليل؟ الدليل السيرة النبوية التي ذكرناها قبل قليل، أنه 15 سنة لم يشرع الجهاد.
ثم عندنا دليل آخر، ثم إن عندنا دليلا آخر. في غزوة مؤتة، في سرية مؤتة، قتل القواد الثلاثة: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. فلما قتلوا كان عدد المسلمين 3000، عدد الروم 100,000. ماذا فعل خالد رضي الله عنه سيف الله؟ من يجيب؟ انسحب بالجيش ولا قاتل؟ انسحب بطريقة تكتيكية مع حماية ظهور المسلمين حتى انسحبوا بسلام وحقنت دماء المسلمين. هل هذا جبن من خالد رضي الله عنه؟ حاشاه ذلك، والله ليس بجبان، إنه سيف الله المسلول، ولكن الله صان به دماء المسلمين. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف. ولا يصح أن النبي قال عنهم فرار، هذا كذب وافتراء، بل هم الكرار رضي الله عنهم وأرضاهم. فانسحب بالجيش. أليس بإمكان خالد أن يقاتل؟ يمكن 3000 يقتلون 3000 من 100,000، لكن لماذا انسحب بهم؟ حقنا لدماء المسلمين، لئلا تستأصل شأفتهم. 3000 فيهم نخبة من المدينة النبوية، نخبة عظيمة من المسلمين، 3000 ليست بالسهلة. فإذن علينا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه ضوابط الجهاد. فإذا توافرت هذه الشروط فحي على الجهاد. والله إنني أتمنى أن أموت في سبيل الله، وأظن أنها أمنية كل مسلم، لكن بالطرق الشرعية. عمر رضي الله عنه دعا الله فاستجاب دعاءه، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، فتحقق له الأمران. هؤلاء الذين ينطلقون ويقاتلون تحت الرايات العمية الجاهلية، هل تتوافر هذه الشروط أو حتى ولو بعضها؟ أبدا، بل هم يقاتلون. اتصل الأخ الذي قلت لكم إنه قتل، ذهب ولم يستأذن أمه ووالده، لكنه بعد أن وصل هناك اتصل بنا وقال: أنا ذهبت لأقاتل ذلكم الطاغية الذي ذبح المسلمين في الشام، لكني ما وجدت قتالا لهذا الطاغية، إنما وجدت ماذا؟ وجدت مسلمين يقتل بعضهم بعضا، وإني عائد إليكم وسامحاني يا أبي أنت وأمي، وغدا سأحجز وأعود ولن أشارك في هذا القتال الذي يزعمونه. فما كان منهم إلا أن قتلوه وصفوه، قتلوه فورا، وادعى أولئك الأوغاد أنه قتل شهيدا، وهم الذين قتلوه وصفوه. أخبرنا بعض من جاءوا بعد ذلك. فإذا انتبهوا يا إخوان، لا انتبهوا لأولادكم، عليهم أن يرجعوا إلى العلماء الربانيين يسألونهم، لا يسألون الغوغائيين المتسترين المندسين الخفيين السفهاء الصغار الأوغاد الجهلة الذين لا يعرف أحدهم كيف يصلي، لا يعرف بعضهم التوحيد من الشرك. أحدهم عندما ناقشناه وناصحناه لا يعرف أن الذبح للقبور شرك بالله عز وجل. شخص لا يعرف التوحيد من الشرك تجاهد تحت رايته، تجاهد تحت راية الذين لا يعرفون التوحيد من الشرك ولا السنة من البدعة ولا الحلال من الحرام. هل هذا جهاد؟ ثم انتبه يا عبد الله، هذا مخطط
صهيوني عالمي